السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترتنا دكاترة أولى ثانوي، ازيكم يا شباب؟ ومعادنا النهاردة يا دكتور مع حل أسئلة المحاضرة اللي خاصة بالبرنسبلز اوف كلاسيفيكيشن اوف ليفينج اورجانيزم. النهاردة إن شاء الله هنحل كل الأفكار اللي خاصة بليسون نمبر 1 يا دكتور، اللي هو كان في الكلاسيفيكيشن. يعني أول ليسون معاك في الكلاسيفيكيشن إن إحنا كنا بس بنعرفك إزاي ممكن نعمل كلاسيفيكيشن للليفينج اورجانيزم، وإزاي اتكلمنا في الساينتفك نيم والباينوميال نومنكليتشر ويا دكتور التاكسونوميك هيراركي وكل حاجة اتكلمنا عنها في الجزء ده. بنستأذن حضرتك للمرة ال70 لك تكون عامل الهوم ورك وبتراجعوا معايا، مش يا دكتور بتحل الهوم ورك معايا. هنصلي بينا على النبي يا شباب وكتابك في ايدك، ويلا يا دكتور نراجع مع بعض. هنا يا دكتور كويشن نمبر 1 بيقول لك all the following are from common life features among living organism except. يعني كل يا دكتور الاختيارات اللي قدامك دي بيكون حاجات متشابهه بين الكائنات الحيه ما عدا ايه؟ طبعا الريسبيريشن كل الكائنات الحيه بتتنفس، ده مظبوط. الريبرودكشن كل الكائنات الحيه بتعمل ريبرودكشن باختلاف شكله، في ممكن يعمل سيكشوال ريبرودكشن، ممكن يعمل اسيكشوال ريبرودكشن، انما كل الكائنات الحيه بتعمل ريبرودكشن. المود اوف نيوتريشن لا يا دكتور ده اختلاف. ليه؟ طريقه التغذيه اتفقت معاك يا اما اوتوتروفيك يا اما هيتروتروفيك. ففي كائنات حيه زي الجرين بلانت تقدر تعمل عمليه اسمها فوتوسينثيس وبقول لك ان هي اوتوتروفيك. ممكن زي حضرتك كده بتعتمد على كائن حي تاني في اكلك فبنقول لك ان انت هيتروتروفيك، لذلك السي دي حاجه مش كومن ما بينهم. الاكسكريشن كله بيعمل اكسكريشن. مود اوف ليفنج برضو لا، مش كلهم شبه بعض في طريقه المعيشه، لان ممكن يا دكتور يعيشوا الون او في كولوني. يبقى انت دلوقتي الاختلاف ما بين الليفنج اورجانيزم بيكون في المود اوف نيوتريشن والمود اوف ليفنج. كويشن نمبر 2 بيقول لك اف يو نو ذات ان الولفين، الكلام ده احنا قلناه قبل كده، بروديوس فروم ميتنج ميل ويل مع فيميل يا دكتور الدولفين. طبعا يا دكتور لما عملنا كروسنج ده كان الناتج اسمه وولفين، وطالما عملنا كروسنج الاثنين انديفيدوال ديفر في السبيشيز قال لك يا دكتور الفرد الناتج بيكون انفيرتايل، بيكون يا دكتور ما عندوش الابيليتي ان يعمل يا دكتور ميتنج مع اي ليفنج اورجانيزم تاني، وبالتالي ما بيقدرش يخلف. فانا اتوقع عن الولفين ان هو يا دكتور it doesn't be able to reproduce، ما يقدرش يعمل عمليه ريبرودكشن، يعني مش يقدر ينتج اي افراد جديده. طيب هنا يا دكتور كويشن نمبر 3 بيقول لك the presence of living organism زي التايجون والميول. طبعا يا جماعه دول كانوا افراد انفيرتايل، واحد كان ناتج تزاوج اللاين مع التايجر وده الهورس مع الدونكي. قال لك يا دكتور طالما ناتج من تزاوج فردين from different species فبيكون الفرد الناتج انفيرتايل. فدول يا دكتور ينفع يزودوا عدد ايه؟ هتقول لي عدد الانديفيدوال، عدد الافراد، لان ما اقدرش اقول لك عليهم سبيشيز، لانهم كلمه سبيشيز جروب من الليفنج اورجانيزم يقدروا يعملوا ميتنج مع بعض، يتجوزوا مع بعض ويخلفوا افراد فيرتايل. فانا بقول لك ان التايجر والميول دول اصلا انفيرتايل، فما اقدرش اقول لك عليهم مصطلح سبيشيز. كويشن نمبر 4 if result of meeting female horse مع الميل دونكي ايه؟ يعني لو انت جوزت الفيميل للهورس مع الميل للدونكي هيطلع ايه؟ انهي فيجر يا دكتور تعبر عن الميتنج ده؟ طبعا يا دكتور انت عارف ان الناتج هيكون اسمه الميول، وده دكتور بغل. طبعا ده بيكون انفيرتايل عقيم، يعني ما يقدرش يتجوز ويخلف تاني. تعالى دكتور بص احنا جوزنا ده كده اهو مع الفرد الناتج اهو، طلع ايه؟ بقول لك ان الايه ده هيتجوز مع فرد تاني اهو ويخلف فرد جديد. هل ده صح؟ غلط، لان الايه يا دكتور انفيرتايل ما يخلفش. بص البي بقول لك ان انا جبت يا دكتور الفيميل للهورس مع الميل للدونكي، دول اتجوزوا، طلع يا دكتور ايه؟ طيب هو الايه ده اتجوز تاني؟ لا، يبقى ده الاجابه بس السي. بقول لك ان انا جبت الفيميل للهورس والميل للدونكي، طلع ايه؟ اهو. اما ايه اتجوز تاني يا دكتور طلع فردين، ده صح؟ لا غلط، لان بيكون انفيرتايل. ودي نفس الفكره برضو هتكون مش تنفع، لان هنا بيقول لك ان الايه هيتجوز ويخلف تاني، وده غلط لان هيكون انفيرتايل. Question number 6 which of the following figure shows the correct arrangement in a living organism from most to least having a common morphological characteristic. ركز بقى كده معايا عشان ده سؤال خبيث شويه. انت عايز يا دكتور من اعلى common characteristic لحد اقل morphological characteristic. طبعا يا دكتور انت عارف انت عندك 7 تصنيفات اللي هو الكينجدم، فايلم، كلاس، اوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز. طول ما انا نازل كده يا جماعه متفق معاك ان الكومن بروبرتس يحصل لها انكريز، الخصائص العامه بتزيد. فقال لك هستأذنك كده بعد اذنك، مين اللي عنده يا دكتور اعلى كومن كاركترستيك؟ هتقول لي السبيشيز.
طب مين بعديها يا دكتور؟ هتقول لي جينس اعلى كومن كاركترستيك. يعني اعلى كومن كاركترستيك رتب كده من اعلى للاقل، ادي 1 2 3 4 5 6 7. اعلاهم كومن مورفولوجيكال كاركترستيك هيبقى في السبيشيز، الافراد الناتجه او الافراد اللي فيه شبه بعض. اقلهم مورفولوجيكال كاركترستيك هيكون الكينجدم. فتعالى بقى، هل يا دكتور الكينجدم عندهم اقل مورفولوجيكال كاركترستيك؟ صح. طيب هل اقل من الفايلم؟ هي الكينجدم اقل من الفايلم، صح. طب هي الفايلم اقل من الاوردر، صح. ولكن انا كده رتبت منين؟ من الاقل للاعلى. انا عايز ارتب منين؟ من الاعلى للاقل، يعني ده غلط. اعلاهم طبعا هتقول لي يا دكتور طبعا لو انت ركزت الفاميلي اعلى من الاوردر. هل الفاميلي اعلى من الاوردر؟ هتقول لي يا دكتور صح. طب هل الاوردر مالها اعلى من الفايلم؟ برضه صح. وقال لهم الفايلم، فدي الاجابه. يعني لو انت ركزت معايا بص كده، اعلاهم الفاميلي وبعدين الاوردر وبعدين الفايلم، صح اهي 3 وبعدين 4 والفايلم هنا تبقى كام؟ تبقى رقمها 6. فاعلاهم طبعا يا جماعه من 1 ل 7، 1 اكبرهم 7 اقلهم مورفولوجيكال كاركترستيك. فاهمين قصدي؟ فانا بقول لك هنا هل الفاميلي اعلى مورفولوجيكال كاركترستيك من الاوردر؟ صح. والاوردر اعلى من الفايلم، صح. اجابتك سي. طب بص دي، هل الاوردر اعلى مورفولوجيكال كاركترستيك من الكلاس؟ الاوردر اعلى من الكلاس، صح. طب هل يا دكتور الكلاس اعلى من الجينس؟ لا يا دكتور ما ينفعش، لان الجينس تحتها بتكون اعلى. لذلك اجابتك في السؤال ده هتبقى نمبر سي. طب تعالى هنا يا دكتور في كويشن نمبر 7 بيقول لك اف ساينتفك نيم للبوتيتو سولانم تيوبروزم، لو الاسم العلمي للبطاطس سولانم تيوبروزم، والساينتفك نيم للسويت بوتيتو البطاطا ايبوميا بوتيتوس. ده طبعا اسماء علميه. in which taxonomic level are they similar. استاذن حضرتك انت عندك 7 ليفل اللي هو كينجدم، فايلم، كلاس، اوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز. فانا هستاذنك بعد اذنك كده دكتور لما اجيب لك 2 من الكائنات الحيه واقول لك شبه بعض في ايه، عينك عليهم. طبعا انت عارف اي اسم بيبدا بجينس واللي جنبيه سبيشيز، اهو جينس واللي جنبيه سبيشيز. هل الاثنين شبه بعض في الجينس؟ لا، يبقى استحاله يبقوا شبه بعض في الجينس. هل الاثنين شبه بعض في السبيشيز؟ لا، هنا تيوبروزم وهنا بوتيتوس، فده مش شبه بعض في السبيشيز. ممكن يكونوا شبه بعض في ليفل اعلى، يعني ممكن يكونوا شبه بعض في الفاميلي، في الاوردر، في الكلاس، في الفايلم، في الكينجدم. فاهمين قصدي؟ يعني ممكن يكونوا شبه بعض في ليفل اعلى. تعالى بقى، هل شبه بعض في الجينس؟ قلنا لا. في السبيشيز برضو لا. في السب جينس لا. امال ممكن شبه بعض فين؟ في حاجه يا دكتور من الليفلات اللي فوق، يعني ممكن يكونوا شبه بعض في الفايل. تعالى يا دكتور هنا في كويشن نمبر 8 بيقول لك ذا اوبزيت جراف illustrate different taxonomic level. ركز، different taxonomic level. ده كده مستويات تصنيفيه اللي هو الكينجدم والفايلم والكلاس والاوردر والفاميلي والجينس والسبيشيز. which of the following represent order. واحده واحده. لو الاكس كينجدم اعلى ليفل كينجدم اهو، ده ليفل نمبر 1. مين نمبر 2 قل شويه؟ فايلم. ففين 2 اللي هو قل شويه اهو، يبقى ده فايلم. 3 اللي هو الكلاس اقل منهم شويه اهو، ده كده كلاس. اللي اقل من الكلاس على طول اوردر، يبقى ده كده اوردر، وده كده يا دكتور فاميلي. فهنا السؤال بيقول لك مين من دول ريبريزنت اوردر. اجابتك يا دكتور هتقول نمبر ايه اللي هي واي. السؤال عبيط ما فيهوش اي حاجه. اللي بعده افرق فيل الفايلم يا جماعه بالسيمبل ايه. لو انا هدي الفايلم ايه، الفايلم على كده انا كاتبهم لك اهو. لو انا هدي الفايلم الليتر ايه، كمل. وهندي يا دكتور الكلاس الليتر بي، الكلاس الليتر بي، ماشي. سو ايه هي الريليشن بين الاي والبي؟ هو النمبر اوف انديفيدوال في الاي جريتر ذان بي. هو يا جماعه الفايلم عندها افراد اعلى من البي؟ ايوه، لان طول ما انا نازل من فوق لتحت كده النمبر اوف انديفيدوال ديكريز. فاقدر اقول لك ان الفايلم فيها افراد اعلى من الكلاس حقيقي، لذلك اجابتك هتبقى نمبر ايه بس البي. نمبر اوف انديفيدوال في الاي ليس ذان بي، غلط، ده اعلى لان الفايلم في ليفل اعلى من الكلاس. نمبر اوف انديفيدوال اي ايكوال، لا طبعا. والده ايكوال هاف، لا طبعا. لذلك اجابتك يا دكتور هتبقى نمبر اي. هنا يا دكتور ده سؤال خبيث شويه، بيقول لك if number 1 represent level of taxonomic hierarchy، اللي هم ايه الليفلات؟ كينجدم، قلتهم لك هنا كينجدم، فايلم، كلاس، اوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز. حلو. بص بقى سؤالك 1 ده يا دكتور بيقول لك احدى المستويات، انا مش عارف انهي مستوى فيهم، لكينجدم انيماليا and the letter found in it قال لك represent some living organism. يعني الحروف دي يا جماعه هي كائنات حيه. ايه هو الهايست تاكسونوميك ليفل انكلود الاكس والزد؟ انا هستاذن حضرتك تيجي لي كده ثانيه واحده. طبعا حضرتك لو انت مركز يا دكتور ان اخر ليفل ده كان فيه كائن حي واحد،
طالما اخر ليفل فيه كائن حي واحد يبقى ده يا دكتور كده سبيشيز اهو، لان انا بفضل اصنف الكائن الحي لحد ما اوصل للسبيشيز بتاعه. يبقى الاكس ده السبيشيز. هاتها من تحت لفوق. السبيشيز قبلها كان مين؟ جينس. قبل الجينس كان مين؟ فاميلي. وقبل الفاميلي كان في اوردر، وقبل الاوردر كان في كلاس، وقبل الكلاس كان في فايلم. كده بص كده، يعني انا لما جبتها من تحت لفوق احنا كده حليناها. انما يا دكتور لو انت بدات بالكينجدوم فانت تقول لي كينجدوم، فايلم، كلاس، اوردر، فاميلي، جينس. ازاي الجينس هتلاقي فيه كائن واحد؟ ده استحاله. اللي ممكن نلاقي فيه كائن واحد هو السبيشيز. لذلك انا يا دكتور عشان اسهلها عليك بدأناها من تحت، ده كائن واحد يبقى سبيشيز، وسط بعد كده لفوق. قال لك يا دكتور هايست تاكسونوميك ليفل انكلود الاكس والزد. تعالى ادي الاكس وادي الزد موجوده في الليفل ده، وده اعلى ليفل، يبقى ده اسمه ايه؟ فايلم. فاجابتك هنا يا دكتور تقول لي فايلم. بس اللي بعده which of the following represent least taxonomic level ال والزد. least يعني نزل تحت، هو عايز ال وزد. هنا مفيش ال وزد ولا هنا اهو، ال وزد هنا اهو، وده اقل ليفل في ال وزد. يعني اجابتك يا دكتور تقول لي اوردر. السؤال ده يا جماعه مهم جدا، محتاج بس تفكر. اللي بعده بيقول لك اورجانيزم ام شير مور تريت مع الام والال بينهم تريت كتيره. بص كده، طالما بينهم تريت كتيره مشتركه يعني كل ما انزل من ليفل للتاني الاقيهم مع بعض. ادي الام وادي ال، ادي الام وادي ال، ادي الام وادي ال، ادي الام وادي ال. ده حقيقي يا دكتور كده. هل الام والال بينهم تريت كتيره مشتركه؟ صح. طيب بيقول لك الاورجانيزم ام شير ليست ريت مع الاي. طالما الام والاي بينهم ليست ريت يعني كل ما امشي من ليفل للتاني ما الاقيهمش مع بعض. قال لك الام والاي، ادي الام والاي هنا الام والاي، هنا الام بس يا دكتور ما لقيناش معاها الاي. يعني فعلا التريت يا جماعه المشتركه بين الام والاي قليله، بدليل ان هما بيتنقلوا مع بعض في كل ليفل. يعني هنا هتقول لي ان التو ستيتمنت ار كوريكت، اجابتك سي. دي بيقول لك الاورجانيزم اكس شير مور تريت مع الواي. الاكس والواي يا جماعه بينهم تريت عاليه جدا، يعني كل ما امشي من ليفل للتاني الاقيهم مع بعض. ادي الاكس وادي الواي. ادي يا دكتور الاكس مش موجوده الواي. هل افهم من كده ان بينهم تريت كتيره؟ طبعا ده غلط، لذلك اول جمله كده غلط. بس الجمله الثانيه، طب الاكس ليس تريت مع الام. الاكس ليس تريت مع الام يعني كل ما تمشي ما تلاقيهمش مع بعض. ادي الاكس والام وادي الاكس والام وادي الاكس والام وادي الاكس والام وادي الاكس والام. هل كده بذمتك بينهم ليس تريت؟ غلط، ده بينهم يا دكتور كومن تريت كتيره جدا. لذلك هنا برضو التو ستيتمنت هتقول لي ان هم رونج. هنا يا دكتور كوتشن نمبر 11 if number of individual ل1 انيماليا فايلم كان حوالي 3 مليون. تتوقع يا دكتور عدد الانديفيدوال في الكلاس كام؟ انت عارف يا دكتور كينجدوم، فايلم، كلاس، طول ما انا نازل كده الانديفيدوال بتقل، فدي 3 مليون يبقى اكيد الكلاس اقل من 3 مليون. مين من دول اقل من 3 في الاختيارات؟ اجابتك نمبر دي اللي هو 1. طيب تعالى يا دكتور نكمل. هنا يا دكتور في كوتشن نمبر 12 بيقول لك وات از ذا تاكسونوميك جروب which gather the following organism. طبعا يا دكتور عندك السمكه الفيش اللي هي البولتي، وعندك السكوربيون، وعندك يا دكتور ليزرد، وعندك يا دكتور كمان الاوستريتش اللي هي يا دكتور النعام. طب فانت دلوقتي يا دكتور بتقول لي ان هم تبع بعض في ايه؟ طبعا دول اول ما تعمل يا دكتور كينجدوم هتقول لي كينجدوم انيماليا، مملكه الحيوان. لما تيجي تتنقل لفايلم، فاكر لما جينا خدنا القطه قلنا فايلم كورديتا. يعني ايه كلمه كورديتا؟ اللي كان عندها يا دكتور باك بون وعندها سباينال كورد. فانت عندك دلوقتي السكوربيون اصلا ده انفرتبريت، فمبدئيا كده دول ممكن يكونوا شبه بعض في الكينجدوم. انما اول اصلا ما تنقل لليفل الفايلم هتلاقي دول يا دكتور اختلفوا عن بعض. لذلك اجابتك هنا يا دكتور هتقول ان هم شبه بعض في الكينجدوم. سيرتين يا جماعه سؤال خبيث جدا 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 من هنا لسنين قدام. بيقول لك ايه؟ The opposite table represent a group of number of taxonomic level. يبقى الارقام اللي قدامك دي مش ارقام افراد، دي اعداد الليفل، ده رقم ليفل كم اوف كلاس ماميليا knowing that ان الاكس اوردر، دي كده اوردر. حلو الكلام. study it then answer. تعالى يا دكتور بعد اذنك بقى، انت عندك كينجدوم، فايلم، كلاس، اوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز. لو انا هرتب يا دكتور الارقام كان هنا نمبر 1 اهو، ادي نمبر 1 ودي نمبر 2 و3 4 5 6 7.
حلو، انت كده يا دكتور بتتكلم ان انت عندك 7 مستويات من 1 ل7، وانت عارف يا دكتور طول ما انا نازل لتحت كان النمبر اوف تاكسونوميك ليفل يحصل له انكريز، رقم المستوى التصنيفي يزيد. فانا قايل لحضرتك ان الاعداد دي اعداد ايه؟ اعداد التاكسونوميك ليفل، يعني اعداد مستوى تصنيفي مش اعداد انديفيدوال، عشان ده يلخبطك. يعني ايه يا دكتور؟ قال لك يعني مثلا لو انا قلت لك ان الاكس دي اوردر 29، ده كده عدد الرقم المستوى بتاعها، يبقى الاوردر دي رقم مستوى. مين بعديها على طول وياخد الرقم اللي بعديها على طول؟ هتقول لي يا دكتور الفايلم، لان الاوردر كان 4 والفايلم كان 5، فرقم المستوى التصنيفي. يبقى انت دلوقتي يا دكتور لو الاكس دي اوردر، مين الرقم اللي بعديها على طول؟ ال، يبقى ال دي فاميلي. كمل. اللي بعد الفاميلي على طول يا دكتور هيكون الجينس، فمين اللي بعد الرقم ده على طول؟ اللي هي الواي، يبقى ده الجينس. مين كان واخد اعلى رقم يا دكتور؟ اللي هو رقم 7 كان السبيشيز، لذلك يا دكتور الزد هتقول لي سبيشيز. السؤال ده خبيث جدا 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 اهو السؤال ده. طيب هنا بيقول لك بقى which of the following represent a number of mammalia general. مين ده يا جماعه الجينس؟ اجابتك هتقول لي هنا يا دكتور الواي اهو. which of the following statement is correct. مين من دول يا دكتور صح؟ taxonomic level واي represent part من الزد. هو مين الواي؟ جينس. هو الجينس يا دكتور جزء من السبيشيز؟ هل الجينس بارت من السبيشيز؟ غلط، ده العكس، لذلك الايه غلط. طب بص البي، هل يا دكتور ال ريبريزنت بارت من الاكس؟ لو انت ركزت كده ال مين ال دي يا دكتور؟ الفاميلي. هل بارت من الاكس؟ هي مين الاكس ده يا دكتور؟ لا الاكس احنا قلنا مين الاكس؟ الاكس دي اوردر، دي اوردر دي، وقال لك ان الاكس اوردر ماشي. هل يا دكتور الفاميلي بارت من الاوردر؟ هل الفاميلي هي فين الفاميلي يا جماعه؟ الفاميلي دي الفاميلي. هل يا دكتور الفاميلي بارت من الاوردر؟ ده حقيقي، لان يا دكتور الاوردر كونسيستس اوف جروب من الفاميلي، دي الاجابه. هل يا دكتور الاكس بارت من الزد؟ هو الاكس بارت من الزد، هو مين الاكس؟ الاوردر. هل الاوردر بارت من السبيشيز؟ غلط طبعا. طب هل يا دكتور الاكس والواي بارت من ال اللي هو الاوردر والجينس بارت من الفاميلي؟ طبعا يا دكتور ده غلط برضو، لذلك اجابتك هتبقى نمبر بي. والسؤال ده يا جماعه مهم وخبيث شويه. which of the following contain individual can meet with each other to produce fertile individual؟ يعني اكيد السبيشيز. فمن ده يا دكتور السبيشيز؟ اجابتك هنا هتقول لي زد. طيب تعالى هنا يا دكتور في كويشن نمبر 14 بيقول لك the following figure represent 3 pairs belongs لنفس الايه؟ عينك على جينس وسبيشيز، هل كلهم نفس الجينس؟ لا. هل كلهم نفس السبيشيز؟ لا، يبقى ولا جينس ولا سبيشيز. ممكن يا دكتور انت عندك طبعا كينجدم، فايلم، كلاس، اوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز. انت قلت لي ولا جينس ولا سبيشيز، عينك على طول على ليفل اعلاهم. مين الليفل؟ الفاميلي. يا دكتور ينفع يكونوا تبع بعض في عيله الفاميلي. يبقى انا يا دكتور لما بجيب لك كائنات حيه عينك على جينس وسبيشيز مش شبه بعض في الحته دي، يبقى ممكن عينك على الليفل اللي قبلها على طول. مش ما لقيتش الليفل اللي بعدها اطلع ليفل تاني يا دكتور هتلاقيه موجود في الاختيارات. فاهمين احنا بنعمل ايه؟ فهنا الاجابه يا دكتور هتقول لي فاميلي. هنا كويشن نمبر 15 بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر اورجانيزم ايه شير مع البي ان هم ليهم نفس الايه؟ نفس الكلام. هل الجينس؟ لا. هل السبيشيز؟ لا. بص كده، ولا جينس ولا سبيشيز ولا اي حاجه من عيله الجينس حتى، يبقى اجابتك مين؟ كلاس. فاهمين انا بعمل ايه؟ بس تعالى هنا يا دكتور 16 بيقول لك ساينتفك نيم اوف راتس راتس، قال لك الاسم العلمي للفار اهو راتس راتس. التو سيلابس دول ايه يا جماعه؟ جينس وسبيشيز اهو، سؤال دايركت. بيقول لك بين بلانت فروم دايكوتيليدون بلانت which of the following express its binomial nomenclature. تعالى نجيب تسميه صح. ده طبعا يا دكتور غلط لان اول لتر سمول، ده غلط لان كله كابيتال، ده غلط لان اول 2 كابيتال. هنا يا دكتور اول لتر كابيتال اول لتر سمول تحتيهم خط، دي اول اجابه. اول لتر كابيتال اول لتر سمول مكتوبين ايتاليك، دي ثاني اجابه. انت كده جاوبت سؤالك. بيقول لك if scientific name of onion إليام سيبا، ده الاسم العلمي يا جماعه للبصل. scientific name للجارليك إليام ساتايفم، ده الاسم العلمي للثوم. يبقى هم شبه بعض يا دكتور في الجينس ويختلفوا في السبيشيز. فبقول لك تتوقع هم مختلفين في ايه؟ اجابتك يا دكتور هتقول لي في السبيشيز. اللي بعده هنا يا دكتور بيقول لك لو انا هدي الكارنيفورا بالسيركل، الكارنيفورا سيركل، وهندي الفليد سكوير. طبعا يا دكتور لو حضرتك طبعا فاكر ان يا دكتور لما جينا خدنا الكلاسيفيكيشن بتاع القطه
قلنا لحضرتك ان الكارنيفورا دي يا دكتور كانت الاوردر، والفريدي ده يا دكتور كانت الفاميلي. فلو انت عندك كينجدم، فايلم، كلاس، اوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز، مين جزء من مين؟ هتلاقي دكتور الفاميلي جزء من الاوردر. فانت طالما يا دكتور عندك دلوقتي الاوردر سيركل، يبقى الفاميلي اكيد جزء منها اللي هو السكوير، يعني اجابتك هتبقى نمبر بي. ان يا دكتور دلوقتي الفاميلي بارت مين؟ من الاوردر. فالاوردر هنا يا دكتور هتبقى سيركل، يبقى مين جواها؟ هتلاقي السكوير، يعني اجابتك نمبر بي. 20 هنا بيقول لك the wheat plant is from monocotyledon plant which of the following express scientific name للويت. هات لي اسم علمي صح. طبعا ده غلط لان اول اتنين كابيتال، ده غلط عشان بادئ بسمول، غلط بادئ بسمول، اول لتر كابيتال اول لتر سمول مكتوبين ايتاليك، يبقى اجابتك دي. هنا بيقول لك مين من دول ساينتفك نيم صح. طبعا يا دكتور ده غلط لان مفيش لتر خط هنا، ده غلط يا دكتور مفيش خطوط. ميجر سيفاليس اول لتر كابيتال اول لتر سمول تحتهم خط، دي الاجابه. تلابيا انالوتيكا يا دكتور مكتوبه غلط لان المفروض هنا يبقى سمول ويكون الاثنين تحتيهم خط. طيب تعالى هنا يا دكتور في 22 بيقول لك all of the following can be used to make dichotomous key to recognize الانيمال اللي قدامك ما عدا except. اتفقت معاك يا دكتور ان dichotomous key بمسك الكائن الحي واسال نفسي اسئله اجابتها موجوده على الكائن الحي مش من الخيال الواسع. بمعنى the beak longer ولا shorter than head؟ هو يا جماعه المنقار اطول من الدماغ ولا اقصر؟ انا شايف بعيني اهو، يبقى ده سؤال اساله لنفسي. هو يا جماعه الهيد فيرتكس قمه الدماغ بلاك ولا وايت؟ بص كده اهو على الكائن الحي انا شايف، هسال السؤال ده. يا جماعه هو الريبرودكشن سيكشوال ولا اسيكشوال؟ لا استحاله اسال نفس السؤال ده لان مش باين على الكائن الحي، معرفش. بس اللي بعده هو السكين ممبرين بتوين توز يا جماعه بريزنت ولا ابسنت؟ يعني لو انت ركزت كده في الصوابع هتلاقي الصوابع يا جماعه بينها ممبرين كده ولا ما فيهاش؟ اشاف الكلام ده بعيني فده سؤال اساله لنفسي. لذلك يا دكتور اجابتك في السؤال ده هتبقى نمبر سي. طيب تعالى هنا يا دكتور في كوتش نمبر 23 بيقول لك ايه هو الساينتفك نيم للشمبانزي؟ هات لي اسم علمي صح. ده اول لتر سمول مش ينفع، اول لتر كابيتال اول لتر سمول تحتيهم خط، دي الاجابه. الاثنين كابيتال مش هينفع، الاثنين كابيتال مش هينفع. طيب تعالى هنا يا دكتور في كوتش نمبر 24 ايه في نو ذات ان الساينتفك نيم للبولتي از نيلوتيكا. ده اسم ايه؟ ده اسم السبيشيز. تتوقع ايه الساينتفك نيم للسمكه دي؟ طبعا يا دكتور ده السبيشيز، يعني ده كلمه نيلوتيكا الكلمه الثانيه طالما سبيشيز، ما اول حاجه جينس وبعدين سبيشيز. فتعالى تلابيا نيلوتيكا يا دكتور كلمه نيلوتيكا الكلمه الثانيه اول لتر منها سمول لانها سبيشيز، والجينس اول لتر منه كابيتال، يبقى دي الاجابه. نيلوتيكا الاولى لا لان قلت لك ان كلمه نيلوتيكا السبيشيز يعني لازم تيجي الثانيه. دي يا دكتور تنفع ولكن هنا اول لتر منها كابيتال يبقى ما تنفعش. دي مش هتنفع لان كلمه نيلوتيكا هي لازم تيجي الكلمه رقم 2. بيقول لك ديبندنج عن دايكوتوماس كي اللي هو سيجمنتد بادي ولا ان سيجمنتد، 3 بيرمنال جوينتد ليج ولا 4، التيل بريزنس ولا لا. فهنا بيقول لك تتوقع الكائن الحي ده احطه تحت انهي جروب؟ انا اسال نفسي الاول سؤال، البادي سيجمنتد ولا ان سيجمنتد؟ انت لو ركزت في جسمه هتلاقي جسمه متخطط كده، فالبادي سيجمنتد يبقى انا تبع العيله دي. طب هو الرجل عنده يا دكتور 3 بير من الليج ولا 4 بير؟ يعني عنده 6 رجول ولا 8 رجول؟ هتلاقي دكتور عنده ادي 1 2 3 وادي 4 5 6 7 8، يعني عنده دلوقتي يا دكتور 4 بير من الليج، يعني هو تبع العيله 2 معايا. ده في الدايكوتوماس كي. هنا بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر illustrates 3 different animal we concluded ايه؟ ان الميتنج واي مع الزد جيب فيرتايل individual that able to reproduce الواي مع الزد. طبعا يا دكتور السبيشيز ده السبيشيز كلهم مختلفين في السبيشيز، كل واحد له سبيشيز مختلفه. فهل الواي والزد يا دكتور لو اتجوزوا ينتجوا افراد عندهم القدره على الريبرودكشن؟ غلط، لان الناتج هيكون infertile لان الناتج من تزاوج تو individual differ in species. common taxonomic characteristic between الاكس والواي increase، بين الاكس والواي increase وبين وديكريز بين الاكس والزد. دي يا دكتور جمله صح. ليه؟ لان يا دكتور لما انا جيت اصنف اصلا في الدايكوتوماس كي حطيت لك الاثنين دول تبع بعض في نفس الجينس اللي هو يا دكتور جينس الفيلس اللي هو كان القطط. ففعلا التاكسونوميك ليفل بين الاكس والواي او الكاركترستيك ما بينهم بتزيد، انما الاكس والزد يا دكتور بتقل، لذلك الاجابه هتبقى نمبر بي. كومن تاكسونوميك كاركترستيك بتوين الواي والزد انكريز، الواي والزد انكريز وتقل بين الاكس والواي، طبعا ده غلط لان بين الاكس والواي بتزيد. 3 انيمال بيلونج لنفس الجينس بات ديفر في السبيشيز، غلط
لان اللي كان تبع بعض في الجينس بس هو الاكس والواي اللي هو يا دكتور جينس الفيلس اللي هو القطط. طيب هنبدا دلوقتي يا دكتور في اسئله الاي. صلي بينا على النبي كده يا دكتور، لو بتشوفنا وانت في رمضان ولسه صايم حضرتك دلوقتي وقف الفيديو وروح صلي لك ركعتين لله وتعالى كده ولا حاجه. انما لو فاطر اعمل لك شويه وتعالى يا دكتور نكمل الفيديو سوا. صلي بينا على النبي. يا دكتور كويشن نمبر 1 بيقول لك وات هابن ان كيس اوف ابسنس كلاسيفيكيشن سيستم في الليفنج اورجانيزم. طبعا يا دكتور كان هدف الكلاسيفيكيشن ان انت بتعمل فاسيليتيت للاستادي للليفنج اورجانيزم. يعني تقول لي كده بمنتهى البساطه يا دكتور زير will be a difficulty. هتلاقي ده دكتور الصعوبة in studying of living organism. يعني يا دكتور هتلاقي صعوبة في دراسة الكائنات الحية. هنا تو بيقول لك in some cases the new individual produced from mating two different species of living organism. How far a statement correct with explanation. بمنتهى البساطه يا دكتور انت بتقول لي في بعض الحالات ممكن ننتج يا دكتور افراد جديده لو انت جوزت 2 من different species. طبعا الكلام ده كوريكت. هتقول لي as when male of donkey دي مالها يا دكتور؟ هتعمل كروسنج مع فيميل للهورس بريديوس ده اللي هو الانفيرتايل ميول that can't reproduce and produce new individual. لان يا دكتور الكلام ده طبعا صح، لان احنا لو جزنا الهورس مع الدونكي يطلع يا دكتور ميول وده انفيرتايل وبالتالي الفرد ده فرد جديد عنهم. هنا يا دكتور كويشن نمبر 3 بيقول لك the following living organism اللي هو الفروج الكروكودايل والهوكل كات designed bilateral dichotomous key to classify this organism depending on the following characteristic according to their arrangement. واحدة. type of skin هل هو يا دكتور naked ولا covered؟ يعني أول حاجة يعملها كده اكتب لك كده يا دكتور skin وهطلع لك منه دكتور بخطين كده. هل هو naked يعني معلوش حاجة ولا هو covered يا دكتور عليه حاجات؟ تعالى. لو هو معلوش حاجة يا دكتور والجلد معلوش أي حاجة فهتقول لي أكيد الإكزامبل عليها كان الفروج ولا هير ولا سكيل ولا اي حاجه. طب لو هو كفرد دلوقتي يا دكتور، طب هو كفرد بهير ولا سكيل؟ فاهمين قصدي؟ لو هو كفرد بالهير يا دكتور يبقى انت اكيد بتتكلم على الكات. طب لو هو كفرد بسكيل، بص بقى، هل السكيل موجوده يا دكتور along body ولا هل السكيل موجوده على الليج بس؟ طبعا يا دكتور لو السكيل موجوده along البادي يبقى انت بتتكلم على الكروكودايل اللي هو التمساح. طب لو السكيل موجوده على الليج بس يبقى انت بتتكلم عن الهوك. معايا يا شباب؟ يبقى انا كده بعمل لك دايكوتوماس كي، بسال نفسي اسئله وعندك يا دكتور على الكائن الحي بنطلع منه الكومن او الكاركترستيك اللي موجوده فيه. لذلك يا دكتور انا كده عملت دايكوتوماس كي بناء على ترتيب المعلومات اللي هو مديها لي دي. اللي بعده هنا دكتور كويشن نمبر 4 بيقول لك ميتنج اوكيرد بتوين اورجانيزم ايه وواحد اسمه بي، يبقى كائن حي ايه وكائن حي بي. ريزلت جنريشن هاز بين كاركترستيك اوف بيرنت، قال لك الجيل الناتج ليه خواص البيرنت مش خصائص جديده. حلو. دي جنريشن انهيرت ذا نيو كاركترز اوف سبرينج. ايه ده؟ استنى، يعني الجيل الناتج هينقل الصفات دي لاولاده، يبقى الجيل الناتج يكون فيرتايل مش انفيرتايل. حلو. بيقول لك الله تو ستادي للبيز ذات ساينتست ديبند اون تو بوت ذا سيستم اوف مودرن كلاسيفيكيشن. عايز التاكسونوميك ريليشن بين الاي والبي. طالما الاثنين اتجوزوا وخلفوا افراد قدرت تتجوز وتخلف تاني يبقى تقول لي ان الاي اند بي فروم ذا سيم species that can reproduce and form or produce fertile individual. طيب هنا دكتور كويشن نمبر 5 بيقول لك there are 7 level only to classify living organism. الكلام ده صح ولا غلط؟ للاسف يا دكتور الكلام ده غلط. ليه غلط؟ لان يا دكتور قلنا there is sub levels دي locate between two successive level. كان اكزامبل مثلا يا دكتور السب
كلاس. احنا قلنا يا دكتور كينجدم، فايلم، كلاس، اوردر. السب كلاس دي يا دكتور كانت بين مين ومين؟ كانت بين الكلاس اند اوردر معايا، والسب فايلم اللي هي كانت تحت الفايلم. يبقى انت عندك يا دكتور سب كلاس وسب فايلم وسب اوردر اند سون. لذلك يا دكتور اجابتك هتبقى الكلام ده رونج. هنا يا دكتور كوتش نمبر 6 بيقول لك ميتنج اوكيرد بتوين اورجانيزم اي وبي ذا ريزلتد جنريشن يا دكتور عنده كاركترستيك للبيرنت، جيل الناتج عنده خواص البيرنت. حلو. but the generation is sterile. الجيل ده يا جماعه يكون عقيم. اللايت اوف يور ستادي للبيز that the scientists depend on to put the system of modern classification deduce taxonomic relation between organism A و B. هتقول لي ان ال A and B from different species. ليه يا دكتور؟ as can't reproduce and produce and form individual. مش هيقدروا يا دكتور يعملوا reproduction ومش هيقدروا يعملوا producing ل new individual. determine least taxonomic level الاورجانيزم A و B belong. اتقال لك يا دكتور least taxonomic level اللي هم تبعهم يا دكتور ممكن يكونوا شبه بعض في الجينس. يعني ايه؟ انت عندك كينجدم، فايلم، كلاس، اوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز. ممكن يا دكتور على فكره نعمل كروسنج الاثنين انديفيدوال شبه بعض في الجينس، قريبين من بعض زي الحصان والحمار، زي الاسد والتايجر. انما يا دكتور طالما مختلفين في السبيشيز لو الاثنين دول اتجوزوا الفرد الناتج بيكون انفيرتايل. يبقى انت يا دكتور ايه هو الليست تاكسونوميك ليفل اللي ممكن يكون فيها الاي والبي؟ اقل ليفل ممكن يكون الجينز. طيب هنا دكتور كوتش نمبر 7 بيقول لك ان الساينتست اوف تاكسونومي نيد تو نيم ليفنج اورجانيزم وذ ستاندرد كومن نيم. الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا يا جماعه الكلام ده رونج. ليه؟ هتعيد لي الجمله از ان الساينتست اوف تاكسونومي نيد تو نيم ليفنج اورجانيزم ويز، بدل كلمه كومن هتقول لي ساينتفك. ساينتفك نيم. يبقى دلوقتي يا جماعه العلماء اتفقوا على الساينتفك نيم عشان يا دكتور الكومن نيم بيكون ديفر فروم كانتري تو انذر، بيختلف من دوله للتانيه. فاحنا عشان نسهل الدنيا قال لك لازم نتفق على الساينتفك نيم اللي هو كان اللاتين. طيب تعالى هنا يا دكتور بيقول لك put the following organism في suitable place في البايلاترال دايكوتوماس كي. اول سؤال هنا بيقول لك vertebral column present ولا absent؟ فين هنا يا جماعه؟ اللي لو هنتكلم في الابسنت دلوقتي ما عندوش فيرتبرال كولوم، عندك السبايدر وعندك الموسكيتو وعندك الفلاي. فتعالى بقى. طيب عندها يا دكتور 3 بير من الليج ولا 4 بير من الليج؟ طبعا يا دكتور اللي كان عنده 4 بير من الليج ده يا دكتور السبايدر، لان السبايدر والسكوربيون العقرب عندهم 4 بير من الليج، يعني عندهم 8 رجول. طيب اللي عنده 3 بير للموسكيتو ولا الفلاي؟ طب هي الليج شورتر ذان بادي؟ لو الرجل يا دكتور اقصر من جسمها يعني انت بتتكلم في فلاي. طب لو الليج اطول من جسمها فانت بتتكلم في موسكيتو، والكلام ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده. حلو. تعالى هنا بقى يا دكتور في الباك بون، عندك يا كات يا اما رابت. كارنيفورس بياكل لحمه يعني كات، هيربيفورس بياكل اعشاب يعني رابت. انت كده يا دكتور عملت الدايكوتوماس كي بتاعك معايا. طيب هنا يا دكتور كويشن نمبر 9 بيقول لك ذا فولوينج في الدياجرام illustrate dichotomous key study it then mention the mistake then correct it with explanation. تعالى قال لك يا دكتور مبدئيا كده انت بتقول لي الانسكت وينجلس ولا 1 بير من الوينج ولا 2 بير من الوينج؟ ما ينفعش يا دكتور. انا اول حاجه بسال نفسي سؤال دي كام اجابه؟ اجابتين، وانا بختار اجابه تنطبق على الكائن الحي ده. يعني يا دكتور الخطا هنا ان لازم نبدا كده، نعمل كده يا دكتور، نقول لك الوينج يا اما يا دكتور وينجد يا اما وينجلس. بص كده، يا اما وينجد يا اما وينجلس. لو هي وينجلس فهي الانت خلاص. طب لو هي وينجد هطلع منها يا دكتور كده بجزئين كده. هل يا دكتور هي لو هي عندها وينج خلاص هل عندها 1 بير ولا 2 بير؟ 1 بير ولا 2 بير؟ فاهمين قصدي؟ لازم يا جماعه في الدايكوتوماس كي بسال نفسي سؤال ليه اجابتين، ملوش اجابات كتيره. انما هو الراجل هنا سال نفسه سؤال لثلاث اجابات، مش هينفع. فقال لك يا دكتور هنا التصحيح ان هي وينجد ولا وينجلس. طب عندها 1 بير ولا 2 بير؟ طب لو 1 بير، بص كده السؤال الاول اساله لنفسي،
هل يا دكتور الليج شورتر ذان بادي؟ ليج شورتر ذان بادي، ولا هل يا دكتور الليج لونجر ذان بادي؟ لو هي يا دكتور شورتر ذان بادي فيبقى فلاي، ولو اطول من الجسم يبقى موسكيتو. اي. السؤال التاني، هل يا دكتور لو هي تو بير هو الوينج عندها يا دكتور covered by skin ولا transparent؟ لو covered by skin يبقى انت بتتكلم يا دكتور في الباتر فلاي، انما لو transparent يبقى دراجون فلاي. فاهمين يا جماعه ان انا عملت ايه؟ انا اعتبر عدت الرسمه، ولكن عدت الرسمه بطريقه ايه؟ ان اسال نفس السؤال اللي كام اجابه؟ اجابتين، واحده منهم تنطبق على الليفنج اورجانيزم اللي معاك. طيب بكده دكاتره اللهم لك الحمد، نقدر نقول لك احنا خلصنا كل الاسئله يا دكتور اللي كانت خاصه بالمحاضره الاولى في منهج الكلاسيفيكيشن، اللي هي يا دكتور كانت على البرنسبل اوف كلاسيفيكيشن للليفنج اورجانيزم. نشد حيلنا يا شباب، وعايزينكم يا دكتور تكونوا عاليين الهمه، لاننا مش هنقبل بغير القمه، ومش هنقبل ان حد يضيع تعبنا وتعب اهاليكم معاكم. ربنا معاكم ان شاء الله يا شباب، ونشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرات الجايه. سي يو سون ان شاء الله.